السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. عملنا الفطار زي ما انتم شايفين كده، فراخ مشوية محشية رز، وعملنا كبيبة او كبة سوري، ورز بسملتي، وسلطة طحينة. ده الفطار اللي عملناه، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة زي العسل، جميلة. حاجة كده تقول عليها ده جاية من المطاعم وانت عاملاها بإيدك وفي بيتك، وحاجة جميلة كده ما شاء الله وسهلة. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. هنبدأ ونعمل التتبيلة بتاعت الفراخ. معانا 4 بصلات، زي ما انتوا شايفينهم كده، وأربع طيار وخمس طماطمات، 5 من الطماطم أو القوطة زي ما انتوا شايفين، بس صغيرين يعني مش كبار. احنا كده بنجهز التتبيلة اللي هنتبل بيها الفراخ. أول حاجة هنعملها تتبيلة الفراخ. تتبيلة بقى نعملها كده، ايه هي سر طعم الفراخ؟ التتبيلة بتاعتها. هنضرب الحاجة بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله. وهنحط 4 فصوص توم او 5، 4 حطيناهم. هنضربهم ضربة كمان. ما شاء الله. هنحطهم بقى في بولة نجهز التتبيلة بتاعتنا. بصل مع توم مع قوطة. طبعا احنا معانا جوز فراخ غسلينهم طبعا، ونقعينهم بالخل والملح والليمون والدقيق، وشاطفينهم كويس. التتبيلة بتاعتنا جاهزة معانا. هنحط بقى التوابل: بابريكا وملح وفلفل اسود وكمون وتوم باودر و... اللهم صل على سيدنا محمد، وملح وبصل باودر زي ما انتوا شايفين كده، وفلفل اسود وكزبرة وملح وكمون وكركم. هنحط حوالي معلقتين خل. وهنحط معانا كوباية لبن، هناخد نصها وهنسيب برضو الباقي عشان لو احتاجنا. هنحط معلقتين عسل. ومعانا برضو دبس رمان هنحط من اللي احنا كنا عاملينه معاكم عشان المشويات. هنقلب تقلبتين، لو احتاجنا لبن هنحط، محتاجناش خلاص. بسم الله ما شاء الله على الروايح بقى اللي طالعه، ما شاء الله. دي التتبيله بتاعتنا الجميله، تخلي الفراخ دايبه كده وزي العسل. حاول احط من الازازه، لقيته ماسك فشلت الغطا لان انا عاملاه تخين شويه. حطينا برضو حوالي معلقتين. وهنظبط التتبيله بتاعتنا ونقلبها كويس. اهي بسم الله ما شاء الله. كده التتبيله تمام وجاهزه معانا. هنتبل الفراخ بقى معاكم ان شاء الله. طبعا انا حطيت 3 معالق زيت وعصير ليمون، بس ما جاش في التصوير، معلش بقى، البنت كانت مهنجه شويه وهي بتصورني، صيام بقى. جبنا الفراخ بتاعتنا وهندلكها بالتتبيله كده وندخلها في كل مكان في الفرخه. هنحطها بين الجلد وبين اللحم وجواها وكده ما شاء الله. ندلكها كويس عشان اللحم يشرب من التتبيله ويستوي يبقى طعمه حلو. لان التتبيله هي اللي بتديها الطعم وتديها السوا. طبعا بتتبلي قبليها بليله، او مثلا لو انت هتعملي الفراخ بالليل تتبليها الصبح. انا عاملاها قبلها بليله وبيتها بقى في التلاجة وقبل ما ادخلها الفرن حشيتها زي ما وريتكم كده، خالية بين الجلد واللحم، بإيدي عادي
بالراحه كده بس كده عشان ما تقطعيش الجلد، عشان ما يقعش منها الرز عشان هنحشيها اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. الفراخ بتاعنا حجمها كبير، يعني مش فراخ شوي صغيره، فما شاء الله حجمها كبير. زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا احنا عاملين التتبيله كتير عشان هنحتاج منها برضو معلقتين في الرز، وهنحط معلقتين على ايه، على اللحمه واحنا بنعصجها. جبنا معانا الطاسه وهنحط معانا معلقتين سمنه بلدي، ومعانا نص كيلو لحمه انا فرماه وفرمه ناعم، ومعانا 3 بصلات صغيرين هننزلها في قلب السمنه كده وندبلها، وبعد كده نحط عليها اللحمه. دي اللحمه بتاعه العصاج اللي هنعصجها عشان نحشي بيها العجينه بتاعه الكوبيبه، نحشي بيها الكوبيبه اللي احنا هنعملها. عايزه اقول لكم ما شاء الله طعمها زي العسل، ومقرمشه وجميله وحلوه زي الفل. عايزه اقول لكم ان انا نقع كوبايتين برغل بكوبايتين ميه سخنه. دي الفراخ اهي، هنغطيها نلبسها كيس وادخلها التلاجة. البصل دبل معانا، نزلنا عليه اللحمه، نقلبها كده على طول عشان ما تعملش تكتلات. تك عليها بالمعلقه كده عشان انا منعمها شويه في الكبه. بسم الله ما شاء الله. هنحط شويه كزبره وشويه فلفل اسود وشويه كمون، كل ده معلقه صغيره من معلقه الشاي، نص معلقه من معلقه الشاي لان اللحمه مش كتيره، يبقى نص كزبره ونص كمون ونص فلفل اسود ونص بابريكا. وشويه كده لما اقلبها تقلبتين كده قبل ما اطفي عنها احط لها الملح بتاعها، اظبط الملح. ودي التتبيله اللي باقيه من الفراخ، خدت معلقتين زي ما قلت لكم هقلبهم على اللحمه. ما شاء الله، عايزه اقول لكم روايح تجنن طالعه، بسم الله ما شاء الله. نقلبها نشفت معانا، قلبناها تقلبتين 3 وحطينا لها ملحها، واللحمه نشفت زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها تبرد معانا تبرد معانا شويه. جبنا بقى بصلايه كبيره وخرطناها وحطيناها في معلقتين سمنه، وهندبلها ونحط عليها قرفه، معلقه قرفه صغيره ومعلقه فلفل اسود، ونشوحهم بقى مع البصل علشان هنعمل الرز بتاع الحشو بتاع الفراخ المشويه اللي احنا تبلناها قدامكم. غسلنا معانا كوبايتين رز المصري بتاعنا الجميل اللي بيزيد. هنخشول بقى الرز مع البصل، نحط الملح، معلقه ملح اهي. بسم الله ما شاء الله. قلبوا شويه لغايه ما يخشول معانا. طبعا زي ما قلت لكم انا نقع البرغل بميه سخنه، برضو حطينا معلقتين من التتبيله مع الرز بتاع الحشو. خشولنا تمام زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بقى هنحط عليه الميه ساقعه مش سخنه ولا حاجه، بس من احنا مخشولينه كويس بتطش وتطلع دخان زي ما انتوا شايفين كده. هنعقد للرز عادي، هيبقى قليل سنه بسيطه بس عن العقد الطبيعي. واول ما ينشف هنقلبه، وهنجيب سرفيز وننزله عليه عشان يبرد معانا بسرعه عشان نحشي بيه الفراخ. الفراخ اهي اللي انا متبلاها من بالليل، طلعتها من التلاجة زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. هنحشيها بقى زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله بين الجلد واللحم، وهنحشيها من جوه ونكتفها ونظبطها، وهتبقى حاجه كده ايه زي العسل ما شاء الله، اللهم بارك. كل سنه وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، رمضان وروايحه الجميله واكله الجميل. ما شاء الله بنعمل حاجه زيها زي المطاعم، وحاجه انت عاملاها بايديكي ونظيفه وواثقه من غسيلها
ومن نظافتها ومن كل حاجة. عشان العيال كل ما يتكلموا لا احنا عايزين اكل من بره، لا احنا عايزين نتعزم بره، ونعمل بره ليه طالما الحمد لله نقدر نعمل جوه كل حاجة اللي بتتشرى من بره. نعمل ما شاء الله اللهم بارك. دخلوا الرز فيها كلها في الأوراق، في الأوراق وفي الصدر وفي الفرخة نفسها ما شاء الله. وريحة الرز بقى ايه جميلة ما شاء الله. ما شاء الله. كل حاجة قدامكم واحدة واحدة. كده خلاص هنكتفها بقى. نظبط الرز كده ونكتف الفرخة. ما شاء الله. جبت ورقة فويل كده وهنربط بيها الرجلان بتاعتها. ظبط لها ورق فويل كده، حشيت الفرخة التانية فرختين جنب بعض وورقة الفويل، واربطها كده ايه تبقى شكلها جميل. مش عايزة اكتفها يعني اربطها كده. بقت التتبيلة اللي فايضة معانا حطيتها عليها. تخش بقى الفرن التتبيلة دي هتسويها وتطلعها زي العسل ما شاء الله. ما شاء الله اللهم بارك. مع انكم واخدين بالكم ان الحجم كبير، بس ما شاء الله الطريقة دي انا بعملها من سنين والفراخ بتطلع مستوية وزي العسل. ايه الحلاوة دي؟ الفراخ دي ولا ديك رومي؟ غطيتهم بالورق الفويل والجهة اللي بتلمع هي اللي تحت. ده البرغل صفيته في مصفى من المية اللي كانت فيها اهي بسم الله ما شاء الله. وحطيت معلقتين نشا عشان النشا كده بيخليه يبقى مقرمش وجميل. وانا سلقه بطاطستين صغننين، ممكن تخليها بطاطسايه واحده مفيش مشكله، انا عملتهم اتنين. واحط بقى الملح وبرضو الفلفل الاسود والكزبره والكمون وكركم وبابريكا. دي التوابل اللي انا حطيتها عليها. وهعجنها بقى. كركم معانا. واعجنها بايديا، تعمليها في شفشق الخلاط، تعمليها في الكبة اللي يريحك يعني. كده كده هي بتتعجن زي العجينة سهلة مفيش اي مشكلة. ومجهزة معايا نص كوباية سميد من عند العطار. دي نص كوباية سميد. لو احتجت برضو معلقتين زيادة على نص الكوباية مفيش مشكلة. عجنتها كويس ما شاء الله اللهم بارك. وحطيتها ريحت في التلاجة حوالي 10 دقايق. وبعد كده جبت طبق فيه زيت، وبتجيبي الحتة في ايديكي كده وبصباعك كده وايه وتلفيه فيها كده تقوريها كده زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. نفتح الفتحة اللي هنحشي فيها اللحمة اللي احنا عصجناها. ترققي كل ما تقدري ترققي عشان ما يبقاش العجينة اكتر، يبقى الحشو هو اللي اكتر. حطينا فيها معلقة لحمة صغنونة. عايزة تكبري العجينة اكبر من كده براحتك، انا شايفة ان الحجم ده كويس كده. وبتقفليها كويس بالراحة. نقفلها بالراحة خالص كويس ونعمل لها ايه شكل كده بوز من هنا او من هنا. والشكل اللي انت تحبيه واللي يريحك اعمليه، مش شرط يعني الشكل التقليدي اللي كله بيعمله. نعمل معاكم واحدة كمان. بسم الله ما شاء الله الكمية دي عملت كتير، بس احنا عشان ما نطولش عليكم بقى وصايمين واقفين في وكده فعملنا ايه حاجة بسيطة وكملنا بعدين. اهي ما شاء الله حاجة سهلة وجميلة وبسيطة. البرغل هاتيه برغل ناعم. انا ما لقيتش برغل ناعم، جبته ضربته في كبة الخلاط ونعمته وشطفته مرتين كده، وبعد كده نقعته في مية مغلية، وبعد ما نقعته حطيته في مصفى صفى المية بتاعته
وزي ما انتوا شايفين حطيت عليه البطاطستين، خليها بطاطسية واحدة لو انتوا حابين، مش عايزين بطاطس خالص مفيش مشكلة ما تحطوهاش. وبعد كده العجينة قدامكم حطيتها ريحت شوية وببل ايدي زيت واعملها. اهي بسم الله ما شاء الله. والنص كيلو لحمة بيرمي كتير ما شاء الله وبيعمل كتير. ايه رأيكم بقى؟ ما شاء الله اللهم بارك، حاجة زي العسل وطعمها ما شاء الله ما شاء الله، مقرمشة من بره كده وجميلة وحلوة وزي العسل. الزيت بتاعنا نحطه على النار لما يسخن، حطينا واحدة، هو لسه مسخنش قوي بس مفيش مشكلة. طبخنا الرز البسملتي، حطينا له بقى ورق راولة وحبهان ومستكة وقرنفل وليمون مجفف وكركم وكمون، حطيناهم في سمنة بلدي احنا عاملينه معاكم قبل كده، وشوية زيت وشوحناه طلعنا الروايح منه، وقرفة خشب. وبعد كده حطينا الرز بتاعنا وعقدنا له، طبعا كل كوباية رز بتاخد كوبايتين مية زي ما قلت لكم. حطينا عليه 5 قرون فلفل طبخ معاهم. ودي الفراخ بتاعتنا الجميلة الجميلة، قعدت ساعتين في الفرن، ساعة ونص مغطيها بالفويل، واخر نص ساعة شلته من عليها وشغلت الشواية. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، طعم وريحة وشكل وكل حاجة. ديك رومي ده ولا فرخة يا جدعان؟ زي ما شفتم كده. عايزة بقى لو الوصفة بتاعتنا عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وادي الكوبيبة بتاعتنا حمرناها في الزيت، ما جبناهاش واحنا بنحمرها معلش، اهي طلعناها رصناها على الصينية كده. ايه رأيكم؟ ولا افخم مطعم، طعم وريحة وشكل ونظافة. اهي اللهم صل على النبي. لو الأكلة بتاعتنا عجبتكم بقى الأكلة الجميلة دي ايه رأيكم؟ اللايك والشير بقى، معلش عندي برد شوية. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. وجبنا خيارتين كده وزوقناهم، وعملنا سلطة الطحينة معاكم. ورمضان كريم علينا وعليكم، وبألف هنا وشفا يا حبايب قلب وزة. كل حاجة قدام عينيكم. طبعا احنا لسه بقى هنقلي بقية الكوبيبة كملها. شوف معاكم الفراخ ونوريكم السوا، هي قعدت ساعتين في الفرن ما شاء الله. لحمها ابيض وزي الشمع، جميلة ومستوية ودايبة دوب ما شاء الله زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. وده الرز بتاعنا الجميل المفلفل. ودي الكوبيبة سخنة مش قادرة اكسرها ما شاء الله، طعمها زي العسل.